بسيطة من قرى الدقهلية. كانت الحياة بتمشي ببطء، الناس تصحى على صوت الضيوف وتنام على همومها. البيوت كانت جنب بعضها، بس القلوب يدوب حاسة ببعض. وسط كل ده كانت زينب، بنت طيبة على نيتها، بتحلم ببيت دافي وجوز يحبها. اتجوزت حمادة، شاب من نفس القرية، معروف بدمه الحامي وكلامه القليل. في الأول الدنيا كانت حلوة، ضحك، حب، وبعدين 3 بنات زي القمر. لكن اللي بيبدأ بالضحك أوقات بينتهي بالصمت، والصمت ساعات بيبقى أوحش من الصريخ. بدأت الخلافات الصغيرة، غيرة، عصبية، مفيش حوار. حمادة كان بيحب يسيطر، وزينب كانت بتحاول تحافظ على البيت، لكن التعب كتر واللي جواها اتحول لوجع. زينب قالت بصوت حزين: أنا مش قادرة أكمل كده يا حمادة، أنا بتكسر كل يوم. رد عليها بنظرة صامتة فيها نار وغضب، وسابها ومشي. بعد فترة قررت تسيبه، رجعت لأهلها ومعاها ال3 بنات. كانت بتقول دايما: هعيش عشانهم حتى لو الدنيا كلها ضدي. كانت بتشتغل في حضانة أطفال، بتضحك وسط العيال وهي جواها بتعيط. كانت بتخبي الحزن ورا ابتسامتها وبتقول أنا بخير. بعد سنين رجع حمادة من السفر. الناس بتقول كان بيشتغل في الخليج، والناس التانية بتقول كان بيحاول يبدأ من جديد. رجعوا في عينه ندم ودموع راجل مكسور. حمادة بصوت هادي: ارجعي لي يا زينب، المرة دي هبقى غير. زينب قالت: وأنا صدقك إزاي بعد كل اللي حصل؟ حمادة قال: عشان البنات، عشان اللي بينا. كلمة البنات كسرت جواها حتة، فكرت فيهم، في بيوتهم الصغيرة، في ضحكتهم، وقالت لنفسها يمكن المرة دي ربنا يهديه. رجعت له والكل كان مخيف. أمها قالت لها يومها: يا بنتي، اللي اتكسر صعب يتصلح. بس زينب ردت: أنا بحاول يا أمي، بحاول. 5 سنين أكيد هيغيروا حياة كاملة. الليلة كانت هادية زيادة عن اللزوم، البنات نايمين والبيت كله ساكت. حمادة كان قاعد في الصالة ماسك الموبايل وساكت، كل شوية يبص على صورهم وعلى وش مراته وهي نايمة في الأوضة. في دماغه صوت بيقول: هي السبب في كل اللي راح منك، ضحكت عليك، سابتك، خدت البنات منك. وقف حمادة وراح ناحية الأوضة بخطوات تقيلة، مسك السكينة، فتح الباب، وسكت كل صوت في الدنيا. في لحظة واحدة راحت زينب، القطة بقت برد، والحيطان كلها شايفة ومش قادرة تتكلم. هو نفسه اتجمد مكانه، بص عليها كأنه مش مصدق، قعد جنبها وقال بصوت واطي جدا: انتهى كل حاجة، خلاص. وبعدين قام ومسك الموبايل، صور نفسه جنبها، ابتسامة غريبة على وشه وكأنه بينتقم من الدنيا. وبعدين نادى بناته، وبنت من بناته قالت: ماما نايمة ليه؟ ماما نايمة ليه كده يا بابا؟ ماما خلاص ارتاحت. وكل ده بيحصل قدام بنات صغيرة عيونهم مش فاهمة، بس عقلهم عمره ما هينسى. دخلوا وشافوا وسكتوا وبكوا بعد سنين لما كبروا، بس عمرهم ما اتكلموا تاني زي زمان. فتح الكاميرا وبدأ يسجل. صوته كان متقطع، بيعيط وبيضحك في نفس الوقت. قال كلمات غريبة: انا ما قتلتهاش عشان بكرهها، انا قتلتها عشان ما تسيبنيش تاني، عشان حقي وحق عيالي. نشر الفيديو في ثواني وعدد المشاهدات بيزيد، والناس مصدومة ما بين اللي بيعيط واللي بيشتم واللي مش مصدق. وفي لحظة البيت ده بقى حديث مصر كلها. أهل زينب وصلوا، الشرطة حوالين البيت، حمادة واقف جوه ماسك سكينة والبنات وراه. قال بصوت مجنون: اللي هيقرب هذبحهم. المشهد كله كأنه من فيلم، بس للأسف حقيقي. بعد مفاوضات طويلة الشرطة قدرت تقنعه إنه يسلم نفسه.
خرج وشه شاحب وعيونه تايهة، قال بصوت ضعيف وهو بيتسحب: أنا كنت بحبها والله. والبيت فضل مقفول فترة. الحيطان اللي كانت شايفة كل حاجة بقت صامتة، والبنات اتفرقوا بين أهل الأم وأهل الأب. كل واحد فيهم شايل جواه حكاية مش قادر يقولها. الناس في القرية بتسأل هو اتجنن ولا اتعمد؟ بس الحقيقة إن الجنون مش دايما بيبقى مرض، أوقات بيبقى وجع ما تعالجش. كل جريمة وراها قصة، وكل قصة وراها وجع. بس وجع زينب كان صرخة ستات كتير، ست بتحاول تعيش تتحمل. هنا تنتهي الحكاية، لكن الوجع لسه موجود. كانت معاكم حكاية زينب وبناتها من بودكاست قصص درامية من الواقع. لو عجبتكم قصصنا تابعونا واشتركوا في القناة وما تنسوناش في الكومنتات.